حبايبي عاملين ايه؟ حبيت النهارده اشارك معاكم واوريكم القطن بتاعتي بتاعه الصيني، واللي انا حطاها في البوفيه واللي انا بستخدمها الاستخدام اليومي بتاعه المطبخ. تمام. اللي ما شافش الفيديو اللي فات بتاع جولة في النيش، كنت قايله لكم فيه ان انا مش جايبه الطقم الصيني اللي هو العادي التقليدي، ما كنتش حابه الموضوع ده، ولا في طقم الشاي برضو. تمام. فانا ما جبتش انا الطقم الصيني اللي هو العادي اللي احنا عارفينه، اللي هو بيبقى نص طقم او طقم كامل. انا حبيت الطقم بتاعي ان انا اجيبه اللي هو بتاع ايكيا ده اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده. عملته برضو 12 قطعه كأني جايبه طقم صيني كبير. بس كمان عملت له يعني قسمته وخليته نصه اللون الروز ده، وخليت نص اللي هو اللون الجري الغامق ده برضو. تمام. يعني انا عملت عادي طقم صيني، بس على ذوقي. ليه بقى؟ التاني انا شايفاه ان هو مش عملي، وشكل بس الديكور بس في النيش، والاستخدام ليه مش هيبقى كتير. تمام. لكن الطقم ده عملي جدا وشكله شيك وحلو، وبستخدمه انا من ساعه ما جبت وانا بستخدمه مش راكناه. فانا زي ما قلت لكم ان انا حبيت ان انا اجيب حاجتي استخدمها وما اركنهاش. تمام. انا هنا كنت بوريكم الطقم اللي هو الروز ده القطع بتاعته، اللي هو المسطح الكبير، والصغير بتاع الجاتو، والبوله اللي هي بتاعت السلطه اللي هي في ايدي دي، وفي اتنين تاني اللي هم الغويط اللي هو بتاع الطبيخ والكلام ده كله. بصوا التلات قطع دول بيجوا طقم على بعضه ويبقى 18 قطعه. البولة السلطه وطبق الجاتو والطبق المسطح. الطبق الغويط ده انا كنت جايباه لوحده، كان بالقطعه. تمام. لقيت الشكلين دول من الغويط فجبت ستة من ده وستة من ده. تمام. وجبت السرفيس ده، جايبه سرفيزين. قلت هينفعوني برضو لان مش بيبقى معاه سرافيس وما بيبقاش معاه كمان معاه بولات. تمام. البوله بقى الكبيره اللي هي بتاعت السلطه او اي حاجه نحطها فيها، جبت البوله دي ماشيه قوي مع الطقم. هي برضو هناك كانت بتتباع بالقطعه. هي من بره هو بصوا ده بورسلين، بيبقى مط مش لامع. فانا وفقت الطقم ده كله مع بعض. هو يعني كل ده بيتباع لوحده بالقطعة، والطقم اللي انا جايبه برضو 18 قطعة اللي هم الثلاث قطع دول برضو بيتباعوا بالقطعة لو حد حابب ان هو يعمل مثلا قطعة من كل حاجة. فده كده بيتباع كده وبيتباع كده. انا جايبه الثلاث قطع دول كنت 18 قطعة على بعض. والبولات اللي هي اللي هو الاطباق الغويطه، دي جايباها بالقطعه برضو. حبيت ان انا ايه اكمل الطقم بتاعي، وجبت السرافيس وجبت البوله الكبيره. بس هنا بقى كنت بوريكم اللون اللي هو الجري الغامق. هو مش اسود، ده جري غامق. برضو نفس الموضوع. الثلاث قطع دول مع بعض كانوا 18 قطعه اهو، بيجوا في علبه كده. بولة السلطه والطبق الجاتو، والطبق المسطح والطبق الغويط ده جايباه برضو بقطعه، جايبه ست علشان اعمل طقم كامل. تمام. ده ملوش سرافيس ولا ليه برضو البوله اللي هي الكبيره. فلقيت اللي هو طقم الطواجن ده بيبقى قطعتين كده مع بعض، حلوين قوي قوي في التقديم، بيبقى شكلهم تحفة على السفرة. فجبتهم على اساس ان هو يعني يكونوا سرفيزين، واحد كبير وواحد صغير. بس فانا كده عملت الطقم الصيني هو كله 12 قطعة، كأني جايبه الطقم الكبير، وعملتهم كمان ماتشنج كده لونين مع بعض. بس. وجبت بقى الطقم ده. الطقم ده كان اغلى شوية من الطقم الروز واللي هو الجري الغامق. ده الجري ده فاتح، بس ده لامع، ده مش مط. يعني الجري الغامق والروز ده مط، لكن ده بيبقى لامع شوية. جبت منه البولة الكبيرة دي، وجبت كمان البولات الصغننة دي اللي هي بتاعت السلطة أو الشوربة. وجبت الأطباق اللي هي الغويطة دي بتاعت الطبيخ. وجبت الأطباق المسطحة. دول برضو كانوا بيتباعوا بالقطعة. ومؤخرا لما رحت هناك ايكيا تاني، كانوا بيتباعوا على ما أعتقد الأربعة مع بعض، بس أنا لما اشتريته كان بالقطعة، جبته بالقطعة. بس هنا كنت بوريكم الطبق المسطح، النقشه بتاعته نفس النقشه بتاعت البوله اللي هي الكبيره. والاطباق الغويطه نفس النقشه بتاعت الاطباق البولات الصغننه بتاعت السلطه. ما جبتش منه الاطباق بتاعت الجاتو لان انا كده يعني عندي اطباق جاتو كتير جدا، غير الطقم اللي هو كان الاطباق اللي هي جايه مع طقم الشاوي كده. بس والاطباق دي كمان، دي بورسلين بس اللي هو اللامع، دي جايباها برضو فرط بالقطعه. يعني لا انا هنا كنت بقولك ان هي لامعه زي الطقم اللي هو الجري الفاتح ده. بس دي جايباها بتقطع كده، دي اطباق جاتوه برضو جايباها ايه فرداني كده، اللي هو برضو الاستهلاك اليومي كده، حطها في المطبخه بتاعه المطبخ، بدل ما اطلع يعني طقم كامل وكده. بس. دي كده الاطقم اللي انا جايباها من ايكيا، واللي يعتبر ان هي ايه غاليه. تمام. هنيجي بقى هنا للاخر طقم برضو كنت جايباه، ده كان كل ده بالقطع، ده مش بيتباع يعني اربعه او سته مع بعض، لا ده كان كل حاجه فيه بالقطع. حبيت ان انا اعمل برضو طقم كامل برضو كبير. جبته برضو 12 قطعه عشان لو عندي عزومات وكده.
يعني يبقى يمشي الدنيا معايا مع الطقم اللي انا عاملاه اللي هو الطقم الصيني، عشان برضو استهلاكي كله ما يبقاش على الطقم الصيني، عشان لو حاجه اتكسرت منه بتاعي يبقى عندي طقم بديل. بس جبت بقى الطقم ده. جبت منه الاطباق المسطحه، والاطباق الصغيره بتاعه الجاتوه، والاطباق الغويطه بتاعه الطبيخ، واطباق اللي هي السلطه او الشوربه. تمام. بصوا ده لما جبته، كان الطبق الواحد انا جايباه من فتره جامده قوي يعني، كان الطبق الواحد ب 19 جنيه. دلوقتي بقى الطبق ب 69 جنيه، وما اعرفش غيري تاني ولا لا. اخر مره كنت شايفاه ب 69، انا كنت جايبه الطبق الواحد ب 19 جنيه. وجبت السرفيز الكبير ده، نفس يعني هو نفس الخامة ونفس كل حاجة. وجبت البولة اللي هي الكبيرة دي. عايزة اقول لك الطقم ده حلو قوي ورخيص جدا، وخفيف قوي 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 قوي، مش تقيل خالص، خفيف جدا جدا جدا. بس يبقى انا كده عملت الطقم الصيني اللي هو اللونين، والطقم اللي هو الجريل ده اللامع، والطقم الابيض ده كل ده جايباه من ايكيا. بس ما جبتش اي حاجه تاني من ايكيا اطقم. تمام. بصوا بقى الطقم ده انا حاطاه في المطبقيه. ده بورسلين تركي، ماركه اسمه ايه، كوتاهايا او كوتاهايا. بس انا كنت بوريكم البراند عشان لو حد عايز ياخده سكرين او يعني يجيب زيه. بصوا الطقم ده كان 24 قطعة مع بعض، ما كانش معاه بولة كبيرة ولا معاه سيرفيس. عبارة عن 6 أطباق مسطحة، و6 غويط اللي هم بتوع الطبيخ، و6 جاتوه، و6 اللي هم بتوع السلطة أو الشوربة. بس هو في منه أشكال تاني، بس ده أكتر شكل شدني. وبالذات إن أنا القطن بتاعتي يعتبر كلها سادة، فحبيت إن أنا أجيب حاجة كده منقوشة، وبرده تكون يعني النشا بتاعتها هاديه. هو هنا بصوا في ورد، يعني انا بحب الحاجه اللي فيها الورد، بس الورد الهادي مش اللي هو بيكون اوفر يعني. فانا بالنسبه لي انا ده شايفاه حلو قوي وبسيط، ومش مبهرج. بس كده. ده كان 24 قطعه، ده انا حطاه في المطبخيه بتاعه المطبخ. بس هنا بقى الطقم ده طقم ازاز. ده كان تركي، ماركه اسمها بشاباتشي. بس بصوا بقى، هو كان جاي الكرتونه فيها الاطباق المسطحه، والاطباق اللي هي بتاعه الجاتوه، والاطباق اللي هي الصغنونه دي اللي هي بتاعه بوله السلطه، والبوله الكبيره دي. بس ما كانش جاي معاه حاجه تاني. هو بيبقى 19 قطعه، 6 مسطح و6 جاتوه، و6 سلطه، والبوله الكبيره. السرفيس ده بقى كان بيتباع لوحده، فانا حبيت برضو ان انا اجيبه عشان اعمل ماتشنج مع الطقم، ويبقى طقم كامل برضو حطاه برضو في المطبخ، بيبقى للاستهلاك اليومي بقى وكده. بس ده انا بس يعني بستعمله كتير جدا، الازاز بتاعه نضيف ونقي، وزي ما قلت لكم ان هو تركي، فممتاز معايا. بس وده برضو جايباه للاستهلاك بتاع المطبخ. ده كان لومونارك اللي هو الاماراتي، في لومونارك الفرنساوي واللي هو الاماراتي، فانا جايبه الاماراتي وجايبه الفرنساوي. ده الطقم اللي هو الاماراتي. ده كان 46 قطعه. كان 6 مسطح و6 غويط و6 جاتوه، و6 بولة سلطه. وكان في سيرفيز، وكان في البولة الكبيرة دي، وكان في كمان 6 فناجيل شاي، ومعاهم ال6 أطباق، و6 كوبايات شوب عصير، ومعاهم الشفشق بالغطا بتاعه برضو بتاع العصير. تمام. فده حلو برضو، حبيت ان انا اجيبه برضو الاستهلاك بتاع المطبخ. هو كان ماتشنج برضو كده، داخل فيه الوان كتير. آه يعني كان لون هو اللون ده بطيخي الفاتح مع اللون الجراي. بس طبعا المونارك طبعا معروفة ان هي جميلة. بس انا حبيت برضو ان انا اجيب ايه الطقم ده كان مربع مش مدور. بس جبت بقى كمان الطقم اللي هو المربع ده له مونارك برضو، بس ده له مونارك الفرنساوي. تمام. جبت منه الطقمين. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم برضو عشان يبقى عندي طقم كبير، وانا زي ما قلت لكم مش جايبه الصيني. فحبيت ان انا بالمبلغ بتاع الطقم الصيني يعني حبيت ان انا اجيب ايه، كذا طقم عندي، ويكونوا حلوين وشيك، وان انا استخدمهم علشان ما ازهقش. طبعا الطقم الصيني دلوقتي غالي. طب ليه ادفع مبلغ زي ده في طقم صيني؟ طب ما انا بالمبلغ ده اجيب طقمين وثلاثه، وكلها ماركات برضو حاجه حلوه. وان انا اغير فيه برضو علشان خاطر ما ازهقش. هي دي كانت فكرتي. بس بصوا بقى الطقم ده كان 19 قطعة، بيبقى 6 مسطح، و6 جاتوه، و6 غويط بتوع الخضار. مش جاي معاه بولات سلطة، وجاي معاه البولة اللي هي الكبيرة دي. فأنا لما رحت ايكيا شفت البولات دي فيها، لقيتها حلوة. ويعني الإزاز بتاعها بيلمع زي الطقم ده، فجبتها ان انا برضو اعملها ماتشنج كده مع الطقم، ولايقة قوي 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 مع الطقم. بس ده كان اكروبال. تمام. التاني اللي هو الاماراتي ده كان اركوبايركس. بس هنا بقى الطقم التاني ده برضو جبته الابيض. كان برضو نفس الموضوع، كان 19 قطعة، وبرضو مش جاي معاه البولات اللي هي الصغيرة بتاعت السلطة. كنت في التوحيد والنور وكده.
لقيت البولات دي برضو كانت لمونارك برضو اماراتي، كان الطبق عامل 19 جنيه برضو. زي ما قلت لك كان جايباه من فتره، يعني ممكن الطبق ده يوصل ل 70 80 جنيه دلوقتي، معرفش سعره كام دلوقتي. بس انا كنت بوريكم برضو ايه الاطباق. بس وجاي معاه برضو البوله الكبيره البيضه، بس انا يعني عشان طلعت لكم هنا السودا فما رضيتش ان أنا اطلع البيضه برضو. بس اهي بصوا الطبق ده اهو، كنت بوريكم هنا مكتوب عليه 19 جنيه. بس وفي يعني في تعاليجه كده برضو في الطبق، يعني واخده من نفس شكل الاطباق دي، فحبيت ان انا ايه اعملها مع الطبق.